يا عم جورج البيمنت بتاعتي عليت، انا هعمل ايه؟ طيب اصبر بس واحده واحده كده. البيمنت بتاعتك عليت، ايه اللي علي؟ يقول لي البيمنت. طب هشرحها لك. البيمنت فيها 4 حاجات: اصل المبلغ والفوائد. ديت عملنا عقد لمده 30 سنه، ده ما اتغيرش. ايه اللي اتغير؟ غالبا البروبرتي تاكس والهوم انشورنس، دول هم اللي اتغيروا. طب هم علوا عليا ليه؟ مثلا لو انا بدفع $2000 بقى 2500. هقول لك بالراحه كده. في ما انت فتحت الاسكرو اصلا، البدايه اللي ما انت تشتري البيت عملوا حصاله. الحصاله ديت بتدفع كل سنه مرتين للبروبرتي تاكس، او على حسب الولايه اللي انت فيها ممكن تكون مره في السنه، والانشورنس مره برضه في السنه. فهم دلوقتي لازم الحصاله ديت يكون فيها خزين من 3 ل6 اشهر زياده. فاما البروبرتي تاكس والانشورنس عالي، فبداوا يسحبوا من الخزان، فالخزان فضي. فقال لك بس انا بقى لا، انا عاوز فلوسي. فيقول لك بقى ده البيمه بتاعتك 2000، انا هتعليك 2500 عشان املى ال6 اشهر وال3 اشهر الزياده، وزائد الفلوس الحاجه اللي انا هدفعها كل سنه مره، علشان اقدر ادفع لك واضمن اللي انت تدفع البروبرتي تاكس والانشورنس. فيروح يعمل ايه؟ يعلي البيمن عليك. ده انا احلها ازاي؟ انت هتتصل باللندر: يا لندر انا دلوقتي الاسكرو اكاونت شورت قد ايه؟ يقول لك شورت $2000. طيب يا عم انا دفعت $2000 ده اهو، هل البيمنت بتاعتي بقى هتقل زي الاول؟ هيقول لك اه. والموضوع سهل وبسيط. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم، روح على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيكم وربنا معاك.